نهاركم سعيد متابعينا وين ما كنتوا عم تشوفونا، واليوم من قلب الملعب البلدي في حلب منتابع آخر التحضيرات والتمارين لفريق نادي عفرين. خلينا نشوف مع بعض شو آخر التحضيرات للاعبين. عفريني يا رابع كسكس في الباكا، عفريني يا رابع كسكس في الخاكا، عفريني يا رابع كسكس في الباكا. شو تحضيراتكم للمنافسات والمباريات الجاية؟ اول شيء بتشكر شبكه اخبار عفرين الرياضيه وبتشكر اللاعبين. مشوار الذهاب ضلينا بعرش الصداره، هذا الشيء مهم، وعم نحضر حاليا لمباراه كاس جمهوريه وتمرينات مكثفه، من تمرينات يعني صباحيه ومسائيه، وطبعا بالاضافه بنروح على الجاكوزي ما جاكوزي هيك قصص، وان شاء الله بنوعد الجمهور باداء كويس امام فريق الاتحاد مدرسه عريقه، بنعرف هالشيء هذا، ان شاء الله نحاول نقدم اداء كويس، يعني ما بنوعدهم بالفوز مثلا، بس ان شاء الله الاداء بيكون كويس. اوكي. معتز كيلوني صار على كشوف فريق عفرين، هل من تعاقدات جديده؟ طبعا استقطبنا معتز كيلوني، كان ناقصنا وسط، جبنا معتز كيلوني، وحاليا عم نفكر نجيب مدافع يعني بمستوى عالي، ناقصنا مدافع ضروري للفريق، وان شاء الله بنوعد الجمهور على الممتاز باذن الله. ان شاء الله. ميرسي. عفريني يا رابع كسكس في الخاكا، هاتن 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 تي مع عفريني، هاتن 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 كنجو خدمه هاتن. برافو يلا، برافو عليك، برافو بين هون سيد. شو تحضيراتكم لمباريات المنافسات القادمة؟ طبعا نحن عندنا هلا مباراة كاس جمهورية 12 شهر 12/1 مع نادي الاتحاد. حاليا باشر الكابتن بكري طراب تمارين صباحية مسائية استعدادا لمباراة الاتحاد. طبعا نحن غايتنا التحضير لمباريات الإياب الدوري السوري، يعني مباراة الكأس إن شاء الله يعني بنقدم مستوى يليق بسمعة نادي عفرين. طبعا نادي الاتحاد نادي عريق، شرف كبير لنا نلعب مع نادي الاتحاد، إن شاء الله بتطلع مباراة كتير جيدة. ونحن حاليا بصدد التعاقد مع لاعبين جدد، والكابتن معتز كيلوني لازم 2 شهر يكون عندنا بالتمرين متواجد. تم الاتفاق ببنود العقد معه بشكل نهائي، وحاليا عم نسعى انه نحاول نأمن مدافع على مستوى عالي. بتصور الاداره وبتصور الكادر التدريبي والفني انه اذا قدرنا نجيب مدافع على مستوى جيد فبتوقع الفريق بيكون كامل مكمل، وان شاء الله تنتظروا نادي عفرين بدوري الممتاز. شكرا لك. شكرا لك. شو تحضيراتكم للمباريات والمنافسات القادمة؟ أول شيء أهلا وسهلا فيكي، ثاني شيء نحن من بعد مباراة فريق عرطوز مسابقة الكأس استعدينا بشكل كتير منيح هلا عنا مع نادي الاتحاد. طبعا هي مباراة مثل أي مباراة، أكيد فريق نادي الاتحاد فريق له اسمه وبضل هو من أكبر الأندية الموجودة في سوريا. عم نشتغل وعم نحضر لهالمباراة هاي، إن شاء الله نحن بنقدر ما بدي أقول لك إنه نفوز أو نتعادل أو لا، نحن رايحين إن شاء الله نحترم، لأنه نادي عفرين حاليا عم بيعيش في أحلى أيامه، عم نشتغل على هذا الشيء، ونحن برجع بقول إنه هدفنا الرئيسي هو الدوري. هي بطولة الكأس بالنسبة لنا هي مباراة تحضيرية للدوري، فإن شاء الله من بوابة نادي الاتحاد بظهر فريقنا بشكل حلو بالشكل المطلوب، وشان عنا لأنه بعد أسبوع مباراة مع فريق النواعير اللي هي أول مباراة في مرحلة الإياب. إن شاء الله هي مباراة نادي الاتحاد تعطينا صورة واضحة للفريق بدخولنا لمرحلة الإياب مع فريق النواعير. هلا شو أكثر شيء بالتركيز بالتدريبات عندكم؟ هلا نحن بعد ما خلصنا اعطيناهم اجازه 3 ايام، رفعنا هلا شوي الحمل بالاعداد البدني، ركزنا كثير على موضوع القوه، لانه نحن كجهاز فني اول ما استلمنا ما كان عندنا فتره منيحه لحتى ندخل هذا البند بالاعداد البدني، عم نشتغل هلا عليه ان شاء الله ثماره رح تنتج بارض الملعب. هل من غيابات او اصابات بالفريق؟
الحمد لله ما في عنا غير حسين العدنان، بدي بالتعافي وبالتشافي، يعني ان شاء الله لمباراه نادي الاتحاد بيكون موجود. تماما. معتز كيلوني، شو رايك من الناحيه الفنيه وشو الاضافات اللي ممكن يضيفها للفريق؟ هلا اكيد معتز لاعب له اسمه وله وزنه بالبلد، وبضل اسمه لاعب منتخب سوريا ولاعب لعده انديه وكان محترف. اكيد لما استقطبناه ما جبناه هيك، عنده CV كثير حلو وكثير قوي. انا شخصيا كنت بتابعه بالسنه الماضيه بنادي التضامن وعمل موسم كثير حلو. اكيد راح يشكلنا اضافه كثير منيحه بخبرته وبفكره العالي اللي كان مكتسبه مع مستوى المنتخبات والانديه. شكرا لك كابتن. اهلا وسهلا فيك. شو التحضيرات للمنافسات والمباريات القادمة؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، نحن الحمد لله كسبنا المجموعة بالدور الذهاب، يعني بتصدر المجموعة. هذا الشيء زادنا إصرار وعزيمة لنسعد الجماهير ونحقق المطلوب منا. بداية تحضيرنا كان هنا عندنا هدف واضح وصريح، يعني إنه نحن إن شاء الله نطمح للصعود للدوري الممتاز، وشغالين على الموضوع. تمارين مكثفة صباحية مسائية، عم نحاول نرفع الحالة البدنية للفريق، وإن شاء الله في الأيام القادمة بيزيد الانسجام أكثر وبيزيد فرصنا إن شاء الله بالتأهل. تماما. شو التركيز الأكبر بالتدريبات حاليا؟ هلا حاليا قلت لك نحن مستغلين فترة التوقف رفع المستوى البدني لعند اللاعبين، وبالإضافة لبعض الحالات اللي شفناها نحن عم تتكرر بالمباريات، يعني من حالات أخطاء وقعنا فيها بالمباريات السابقة عم نحاول نصلحها ونتدارك ان شاء الله بالمباريات القادمه. هل من اصابات او غيابات بالفريق؟ لا ما في، يعني اصابات ان شاء الله ما بنقول في اصابات، يعني في حال شفاء، يعني عندنا لاعب حسين بس والباقي الفريق كله ملتزم. بالنسبة للإضافة الجديدة معتز كيلوني، كيف بتلاقي من الناحية الفنية وشو الفائدة اللي ممكن يضيفها أيضا للفريق؟ هلا اللاعب معتز يعني لاعب غني عن التعريف، لاعب سابق ودولي، نحن ارتقينا انه نكون موجود بالفريق لانه يساوي اضافه. يعني نحن اهم شيء عندنا اللاعب اللي راح يكون موجود بالفريق يعمل اضافه كبيره للفريق، وشفناها في معتز. يعني نحن كلاعب وكاخلاق اللاعب، يعني نحن طلعنا بانه بيناسبنا بطريقه لعبنا نحن بنلعبها، والاعتماد بالكرات الثابته كمان ممكن نستفيد منه بشكل كبير. شكرا لك كابتن. شكرا كثير. الهمه يلا شدوها والكاس يلا جيبوها، هزوا الملعب يا ابطال. شو التحضيرات للمباريات القادمه؟ هلا بالنسبه نحن هون بنادي عفرين، طبعا بعد ما انهينا مرحله الذهاب صدرنا مجموعه بفضل الله من 4 فوز وتعادل وحيد مع النواعير، الحمد لله ما تلقينا ولا خساره. هلا عم نشتغل على الوضع البدني. طبعا هلا الكادر كثف التدريبات، تمرينين عنا هالاسبوع صبح ومساء، عم نشتغل على الامور اللي كانت ناقصنا. بصراحه عنا اخطاء وقعنا فيها بمرحله الذهاب، طبعا الكادر عم بيحاول انه يصلحها. وبالنسبه لمرحله الاياب هي نحن طبعا عم نعد العده لها انه نضل مستمرين بالصداره، ما بدنا نستنى لاخر المباراه انه نحسم مرحله التاهل للدور الثاني. طبعا الدور الثاني له ترتيبات ثانيه، نحن هلا استقطبنا لاعب راح يشكل لنا اضافه هو الكابتن معتز كيلوني. نتمنى من رب العالمين انه نحن هالسنه نطلع على الدور الثاني. من الدور الثاني له تحضيرات كثير كبيره، سواء من الكل، يعني مثلا من الاداره للكادر الفني، وبنوعد جمهورنا جمهور عفرين بالداخل وبالمغترب انه باذن الله السنه على الممتاز، باذن الله باذن الله. هذيك السنه الماضيه شفتوا اللي صار فينا، بس باذن الله هالسنه على الممتاز، وان شاء الله الفوز رح يكون حليفكم يا رب ان شاء الله. شكرا لك. شكرا لكم. انت هو وهي ولكلنا عفرينيه. بتحكي لنا عن تحضيرات المباريات القادمه؟ اول شيء يعطيكم العافيه ومشكورين اداره الصفحه وكادرها
على اهتمامها الكبير بالفريق الرجال ومتابعته لكل شاردة وواردة. طبعا نحن بلشنا فترة تحضيرية جديدة بعد ما توقف الدوري، عم يشتغل الكادر على العامل النفسي والعامل البدني لحتى نكون في أتم الجاهزية للعبة الكأس، لعبة الاتحاد يلي بنوعد فيها جمهورنا الكبير والرائع والزواق انه نكون نعمل شيء حلو ونحقق الفرحة والابتسامة ونكون نقدم شيء مميز بهاللعبة بإذن الله. شو بتحب توعد الجمهور؟ كلمتك لهم. والله بالنسبة لجمهور عفرين، يعني جمهور عفرين جمهور كبير وزواق وفعلا قدم إضافة كتير كبيرة للدوري السوري، يعني شو ما قدمنا له قليل، يعني فعلا نحن مقصرين تجاهه، بنوعده انه ما نبخل باي نقطة عرق لحتى نفرحه ونسعده ونفرح كل طفل عفريني من اصغر شخص لاكبر شخص. شكرا لك. عفرين نادينا والله يسوى مية. بتحكي لنا عن تحضيراتكم للمباريات القادمة؟ هلا الحمد لله رب العالمين، الفريق بتحضر بشكل جيد، الكادر الفني عمل تمارين مكثفة صباحية ومسائية، الفريق معنوياته عالية جدا وعم بتجهز بتجهيز علمي، وإن شاء الله وتعالى نحن بنقدر نسعد هالجماهير عفرين ونرجع لهم البسمة بصراحة، لأنه فريق عفرين هو بسمة جمهور عفرين متعطشين، فريق عم بتحضر بشكل كتير منيح بشكل علمي، ما ناقصنا غير نحن بس نفرح جماهير نادي عفرين، وإن شاء الله وتعالى نحن بنقدر نفرح عدد أكبر من جماهير نادي عفرين كان داخل سوريا وخارج سوريا، وبنشكر كل من عم يساهم بصعود نادي عفرين لدوري الممتاز إن شاء الله. شكرا لك والتوفيق. كنت معكم أنا ميديا من أجواء التدريبات والتحضيرات للمباريات القادمة من الملعب البلدي، ومن وراء الكاميرا أحمد أمانوس. تابعونا بحلقات جاية.